أسرة العزيزين. لقاء يومي يقترح باقة من الأركان التي تحمل كل مفيد وممتع. أسرة العزيزين، مجلة تهتم بالأسرة اجتماعيا تربويا وصحيا. يسعد صباحكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في هذا الفضاء الهائل الماحظ في برنامج أسرة العزيزين. إذن أسرة العزيزين، وفي هذا العدد يقترح عليكم مجموعة أركان في مجالات مختلفة. ابقوا معنا على محطتنا إذاعة العزيزين الإلكترونية، محطة نغمية نقدمها لكم ولنعود بعد ذلك. سلم لي علي وقله إني بسلم علي، بوس لي عيني وقله إني ببوس عيني، انت يلي بتفهم علي. سلم لي علي، سلم لي علي وقله إني بسلم علي، بوس لي عيني وقله إني ببوس عيني، انت يلي بتفهم علي. سلم لي علي، سلم. قله عيونه مش فجأة بينكسروا، ضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. قله عيونه مش فجأة بينكسروا، وضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. مدري شو بوه وبعرف شو بوه، مطبوعة بذاكرته. ما تبحثوا عم تبحثوا، ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا. سلم لي علي وقله إني بسلم علي، بوس لي عيني وقله إني ببوس عيني، انت يلي بتفهم علي.
نجدد الترحاب بكم مستمعينا ومستمعاتنا، والبداية بأولى فقراتنا وركن التجميل. في هذه الصبيحة في ركنكم الخاص بالتجميل والجمال، إذن لك سيدتي أنت من تهتمين بالجمال راح نتحدث على موضوع مهم، وهو كيفية تبييض البشرة. ولإفادتك جبنا أهم المراكز التجميلية وأكبر المواقع الخاصة بالتجميل لنقترح عليك وصفات مختلفة وسريعة ومن مواد وأعشاب طبيعية موجودة في كل بيت، وذلك للاستفادة من خصائصها. إذن ونبدأ بأول وصفة. المكونات هي ملعقة كبيرة من النشا، قليل من الماء الدافئ، وقليل من زيت الزيتون. قومي بدهن بشرة وجهك بزيت الزيتون، ثم أخلطي النشاء بالماء وضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة. اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد. وفي وصفة أخرى نقترح عليك سيدتي نصف كوب ماء بارد، 3 ملاعق ماء ورد، ملعقة نشاء كبيرة. على نار هادئة ذوبي النشا في الماء وماء الورد. انزليه من النار ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد. وبعد أن يبرد الخليط ادهني وجهك به واتركيه حتى ينشف، ثم افركي وجهك برفق واشطفيه بالماء الدافئ. الوصفة الثالثة وفي وصفة أخرى نقترح عليك هذه الوصفة الخاصة بالشوفان لتبييض الوجه. خذي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وأضيفي قليل من الماء لترطيبه إلى أن ينتج سائلا أبيضا. وبواسطة أطراف الأصابع قومي بتدليك بشرتك. لمدة دقيقة أو دقيقتين، اشطفي بعدها بالماء الفاتر. وكنصيحة استعملي سائل الشوفان يوميا لمدة أسبوعين لتبييض الوجه. هذه الوصفة تعمل على إضافة إلى تبييض البشرة، تحسن من ملمس البشرة وتعالج شفاف البشرة. الوصفة التالية هي كما يلي:
خذي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وأضيفي إليها قليلا من الماء واصنعي بها عجينة. دلكي بهذه العجينة بشرة وجهك. وفي وصفة أخرى نقترح عليك سيدتي، خذي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون، أضيفي إليها قليلا من الماء واصنعي بها عجينة. دلكي بهذه العجينة بشرة وجهك لمدة دقيقة، ثم اتركيه على الوجه لمدة 5 دقائق حتى يجف تماما، ثم اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر. وفي وصفة أخرى خاصة بالزنجبيل والعسل نقترح عليك هذه المكونات. إذن زنجبيل مبشور، ملعقة من الخميرة، ملعقة عسل نحل، ملعقتين من لبن أو زبادي. اخلطي المكونات سابقة جيدا، ثم ضعي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه. وفي وصفة أخرى سهلة جدا لك سيدتي، ملعقة حليب سائل، ملعقة حليب بودر، ملعقتين من ماء ورد. اخلطي المكونات السابقة جيدا، وباستعمال قطن دلكي وجهك كل يوم صباحا ومساء، واغسلي وجهك بعدها. وكآخر وصفة قومي بإحضار بياض البيض وماء الورد واخلطيهم مع بعض، وملعقة كبيرة نشاء. وكوصفة أخيرة بإمكانك استعمال بياض بيضة، ماء الورد، ماء زهر، وملعقة كبيرة نشاء. ضعي هذه المكونات وكوصفة أخيرة بإمكانك استعمال بياض بيضة وماء الورد وماء ورد. وكوصفة أخيرة لك سيدتي، بياض بيضة وماء ورد وماء زهر وملعقة كبيرة نشاء. ضعي المكونات في الخلاط وستحصلين على خليط يشبه الكريمة. ضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. إذن كانت هذه مجمل الوصفات الخاصة لتبييض البشرة والعناية بها. نتمنى أننا أفدناك بهذه الوصفات البسيطة. إذن وصلنا إلى نهاية فقرتنا لنهار اليوم. إلى الملتقى، سلام. شي مرة بقلبي
لازلتم معنا مستمعينا الأفاضل ولاستكمال فقراتنا، والآن مع الفقرة الموالية تدابير وديكور مع الزميلة سميرة. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في الفقرة التي تهتم بالديكورات والتدابير المنزلية. موضوعنا النهار اليوم هو كيفية استغلال البلكونات والأسطح المنزلية، إذ تعد البلكونات جزءا مهما من مساحة المنزل، ويجب استغلالها بطريقة مثالية حتى تتمتعي وعائلتك وتنعمي بالراحة النفسية. وسينجح ذلك إذا قمت باستعمال بعض الديكورات البسيطة، وأيضا استغلال الورود والنباتات المعطرة. وإليك بعض النصائح والتدابير التي يمكنها مساعدتك في ذلك. أولا، اجعلي طلاء شرفتك أو البلكون بلون مبهج ليضفي مرحا عليها. رتبي النباتات في الشرفة أو البلكون بشكل متناسق وجميل، إذ يمكنك أيضا تعليقها على الحائط أو وضعها في رف مثلا. ضعي النباتات والزهور في كل ركن من البلكونة. عند تزيين البلكونة يمكنك استخدام الورود بألوانه المبهجة أو النباتات العطرية. يمكنك وضع مثلا كرسي أو 2 وطاولة صغيرة. يمكنك وضع أرضية عشبية بالبلكونة لتضفي إحساس الحديقة. يمكنك أيضا استغلال الإضاءة في المساحة، وذلك بوضع الفوانيس والشموع لإضفاء أجواء رومانسية على المكان. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية البرامج. يا إما بلا يا وشخايا كيما الحمار، كيما الحمار تقدي وطول. يا إما قولي الباحنيني راه القلب مضرار وقلت شي ترشيا. يا ويلي ويلي يما قولي الباحنيني ولدك مغروم ورهيون في مواج العشقات. يا يما سامحيني حياتي رجعت نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان. صلاتي للنبي العمر جهوب ضياء الجنان، اصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا ختيم وانتي صحبك بالشان، بيني وبينك بيبان سهرت في العافية نكون قايمة زينك شحال يبان. رارو عذب شبان صار كله فواحة بالعطر والبس كل الوان. ثبتيني بعنان قرير سمولي داك السهر
بيا فيك الأمان كبرتي وحبك في قلبي كبر وعليك مبعد سهران قايم الكاسي صوت كيسان ربي اغفر لي ما خفا وما ضغور ياك انت يا المنان نسيني كل مكان عونك وحده يقيدني الصبر كل ما خلقته بيان يا بحال بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان 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 وجاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهل الليل عصاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول جاو بيني مور الحيطان انا وبيني في سهل الليل عصاو بيني نضرب ونفوت عايزيني سلب العقول جاو بيني وانا وبينك وصاو بيني سايسيني لمن التحق بنا اللحظة، أنتم تستمعون لإذاعة العزيزين الإلكترونية. فقراتنا متواصلة، والآن فقرة أسرة وقانون مع الزميلة ملكة زودة. صباح الخير زميلتي. صباح الخير عليكم مستمعينا في ركنكم الأسرة والقانون. وفي هذا العدد نرحب بالمحامية المعتمدة من طرف المجلس القضائي لولاية باتنا الأستاذة لونجاسا سوريا. مرحبا بك سيدتي في هذا الفضاء القانوني ونشكرك على قبول الدعوة. إذن كما تعلمين أستاذة، في هذا الركن نتحدث عن القانون الأسري لنتعرف على حقوق وواجبات الرجل والمرأة داخل الأسرة وفقا للمشرع الجزائري. نتحدث اليوم عن القانون الأسرة بصفة عامة لكي يتعرف المستمع ولو بنبذة صغيرة عليه ويكون واعيا بأهميته. أولا، قانون الأسرة هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد علاقة الأفراد خاصة في مجال الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، يعني الرجل والمرأة، وتحدد أيضا علاقة الرجل بأهل الزوجة وأيضا علاقة الزوج بأهل الزوجة وهكذا، وأيضا حقوق الزوج على المرأة وحقوق المرأة على الزوج والأهل والأبناء خاصة. يعني هو قانون، وهذا القانون هو قانون مستنبط من الشريعة الإسلامية السمحة. قلتي أنه مستنبط من الشريعة الإسلامية، وماذا عني العرف؟
بطبيعة الحال العرف هو من مصادر القانون، لكن لما نتحدث على قانون الأسرة يجب أن يكون مستنبط من الشريعة الإسلامية، لأنه قانون إلهي رباني هو الذي يحدد مثلا شروط الزواج، يحدد أركان الزواج، يحدد الطلاق، العدة، النفقة، الميراث، التنزيل، يعني في أمورات ربانية يجب أن وتلك حدود الله، يعني يجب أن لا نتعداها. عندما تصفحت قانون الأسرة وجدت هناك في بدايته أحكام عامة، فما هي هذه الأحكام العامة؟ لما نصفحوا قانون الأسرة نجد في بدايته فعلا الأحكام العامة، وهي تقريبا جاءت بثلاث مواد، والمادة التي يعني تلفت الانتباه وهي المهمة جدا التي تنير لقارئها، وهي المادة 3 التي تقول تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. يعني هذه المادة جاءت كافية ووافية ومختصرة، لكنها تعطي زبدة قانون الأسرة. هذه بمعنى آخر أنه هذه المادة تجعل الأسرة مستقرة بطبعها، أنه تلخص كيف تكون الأسرة مستقرة، فيها مبدأ الترابط، التكافل، حسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. بطبيعة الحال يعني ليس هناك قانون، وخاصة قانون الأسرة يعني من نتائجه أو وما يصبو إليه هو أن تكون الأسرة في ترابط وتكافل، وأيضا يكون فيه محاربة للآفات الاجتماعية. بطبيعة الحال لما تكون أسرة مبنية على الدين، وأسرة مبنية على الأخلاق، وأسرة مبنية على الشريعة الإسلامية، ومبنية على شروط الزواج الصحيحة وأركانه والاختيارات الصحيحة، بطبيعة الحال راح يكون فيه تكافل، راح يكون فيه ترابط، وراح يكون فيه جيل ينشأ، جيل ذو نسب صحيح. هذا هو الهدف من قانون الأسرة، هذا هي المادة. يعني هذه المادة لم تأتي يعني رغم اختصارها ورغم حصرها، لكن أتت بأهم ما يمكن أن يربط الأسرة، ما يمكن أن يدفع بالأسرة الجزائرية إلى أن تكون أسرة عندها رقي، عندها ميزان، يعني يخلي الأسرة الجزائرية تعطينا جيل، يعني تعطينا جيل مثقف، جيل متربي، جيل متخلق. هذا هو الهدف، يعني هذا هو الهدف الأساسي من القانون. من ناحية أخرى، هل شرحتي لنا قانون الأسرة؟ بمعنى آخر، ما هي أبواب قانون الأسري؟ أولا قانون الأسرة يعني يطول شرحه جدا، لكن أبوابه هي واضحة. احنا عندنا مثلا راح يفصل لنا الخطبة، لأنه راح يدير هي علاقة الرجل بالمرأة. قانون الأسرة يربط علاقة الزواج، نبدأها بالخطبة ثم الزواج، ثم يأتي إلى انحلال هذا الزواج بالطلاق، ثم النفقة، ثم العدة، وأيضا عندنا انحلال الطلاق، يعني انحلال الزواج أيضا يكون بالوفاة. ما هي الآثار الناجمة على هذه، سواء على الطلاق أو على الوفاة. يعني هو جاء منظم وجاء في مواد محصورة، يعني ما جاتش على الإطلاق، لكن هذه المواد المحصورة هذه ذكرت حقوق الرجل والمرأة والأبناء. أستاذة، هل لخصتي لنا قانون الأسرة في كلمة؟ حياة. قانون الأسرة حياة. سبحان الله، قانون الأسرة يعني من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة راهو حياة، راهو ينظم علاقة الأفراد، راهو ينظم علاقة الزوجة بالزوج، وراهو ينظم علاقة المجتمع. لما يكون العلاقة صحيحة، يكون النسب صحيح، تكون الآثار تاعو سليمة. سبحان الله، لذلك احنا نقولوا العلاقة، نقولوا أن قانون الأسرة هو حياة. يعني شريعة لما ربي يحطها كان سبحانه وتعالى يعلم جيدا ما معنى علاقة الزواج، وش هي ماهية هذه العلاقة. يعني مش علاقة عشوائية وعلاقة مؤقتة، راهي نورمال علاقة أبدية. ولذلك أنا نقول على قانون الأسرة هو قانون حياة، يعني الشريعة يضم كل شيء، يضم كل شيء، يضم الزواج، الطلاق، أركانها، يضم النفقة، يضم الميراث، يضم التنزيل، لأنه فيه التنزيل، الوقف، كل شيء، الوصاية، كل شيء، حتى أنه فيه الحجر، فيه. يعني هو أنا قلت لك هو حياة، قانون الأسرة حياة. كنصيحة أخيرة بما تنصحين المستمعين؟ والله النصيحة الأولى والأخيرة هي حسن الاختيار. يعني لما يتقدم أي إنسان أنه يتزوج، سواء رجل أو امرأة، عليه بحسن الاختيار. يعني لما يختار أم صالحة لأبنائه، هي تختار زوج صالح أو أب صالح لأبنائها، صدقيني راح تكون النتيجة مفرحة جدا. أما إذا كان فيه سوء اختيار أو انطلاقة سيئة، النتيجة راح تكون سيئة بالضرورة. هنا لازم يكون الساس صحيح كما نقولوا. أكيد
ما بني على باطل فهو باطل، أما إذا بني على الصح تأكدي بالنتيجة حتكون صح وراح تكون مرضية لجميع الأطراف. إذا في الأخير نشكرك ونلتقي بك في عدد آخر في ركن القانون والأسرة. شرفتيني ولي الشرف، وإن شاء الله الأعداد القادمة إن شاء الله تكون أحسن وأحلى من هذه. شكرا. العفو. العفو. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكمة. يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صارحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. أشبعني ظلما وحرمانا.
الصبر الجميل تجاوز الصبر، لغة الحوار تحولت جمرا، فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى. غيرتها مرض يوسوس لي، فعلا أحن لذلك الماضي. أطلق يدي سيدي القاضي، حرر يدي حرر يدي. رافقتمونا مستمعينا الأكارم طيلة هذا البث لحصة أسرة العزيزين، والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. لقائي بكم يتجدد غدا. كانت معكم ميكروفونيا أمال ساسي، الإخراج دليلة بن حصير. إلى الملتقى، سلام. الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك،
والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي منتظري علي. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي منتظري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكون. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكون. وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكون. المشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكون. وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. وآه آه 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 لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت. وآه آه آه الأمان وين الأمان، وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت. وآه الأمان وين الأمان، وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع
أسمع الماضي يقول ليه كل ما جيت أسأل المكان. أسمع الماضي يقول، أسمع الماضي يقول ما هو بس أنا حبيبي، ما هو بس أنا حبيبي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتك. الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتك. جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك. جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك. كنت أظن الريح جابك عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي. كنت أظن الريح جابك عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي. الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتها. الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتها. جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك. جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك. كنت أظن الريح جابك عطرك يسلم علي، وكنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي. كنت أظن الريح جابت عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي. كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني، وما بقى بالعمر شيء واحتريتك. كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني، ما بقى بالعمر شيء واحتريتك. الأماكن 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 كلها مشتاقة